مرحبا يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح اخذكم السوق وياي. طبعا اول ما دخلنا على هذا المحل، لين تعرفون ازدحام السوق والدوخة، فقلنا اول شي خلنا نختار. هاي عندي كاونتر اريد اللون مالته، ان شاء الله هم اسوي لكم فيديو عليه. هنا بعد ما اختاريت وطلعت، لازم نمر على محل حاجات الف، لازم. اخذت لي هم كم شغلة، وبعدين رحت على محل الملابس. طبعا الملابس هالسنة ما اشوف شي حلو بيهن، وغالي كله غالي. ورحت على الأحذية هم والشحاطات. شوفوا لي هنا لأمي قلتلها لين ماما وياي، بس ما عجبتها هذا الموديل. شوفوا لي، طبعا سوق ازدحام ازدحام كتل قوة طلعنا من عنده. هنا هاي موديلات الشحاطات. رحنا بعدين على أحذية البنات. طبعا عجبتني هاي الحذاء البنتي، بس ما قبلت فيها، كلش عجبتني هاي الحذاء. بعد تعرفون البنات وذوقهن. وهنا هذا اللون البيجي هم كلش حلو. موديلات الأحذية نفس العام، ماكو اختلاف أشوف بيهن. ردت لها من هاي الحذاء، بس بيها كعب شوية صغيرة، هي يزحلقها، خفت عليها. بعدين رحت على محل الأطفال، البنت الصغيرة. ملابس الأطفال حلوة، بس هم غالية 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 كلش نار السوق. أول شي اختاريت لها هذا الموديل، بعدين رجعته لأن هاي القبعة طلعت مو على قدها. وهذه موديلات الأحذية الكيوت. وهنا بعد ما رجعنا من السوق راح أشوفكم شو اشتريت. هاي دشداشة خفيفة للبيت، أخذتها إلي. وهذه ملابس ماما اختارتهن. طبعا هذا الموديل كلش حلو باللبس، بس هنا بالتصوير ما راح يبين. وهذا الثاني هم من ماما. شوفوا لي هذا الموديل قد حلو. وهذا اختاريته، قولوا لي حلو لا، البنت الصغيرة. عجبني كلش عجبني. وهذا الحذاء وياه. هاي اثنين صارن 25، وهي عمرها 4 أشهر. وهاي بنتي، وهذه الأختي. أختي طبعا هاي ملابسها وذوقها. هاي القبعة مال. وهذا هم لأختي. هاي الحبشكلات مال حاجات ألف. هذه اللي كانت ماما تدور عليهن، كلش مفيدات للبهارات. وهذا الكب كيك جبتها على الأيام الجاية إن شاء الله أسوي حلويات، لأن هاي الأيام كلش ما ألحق تنظيف وتعزيل البيت للعيد، واحتمال حيصير عندنا مناسبة، فما جاي ألحق أصور. وهذه الشحاطة لماما، طبعا هاي على ذوقي، قلتلها إلا تاخذيها. وهاي عصرية تتبرد بيهن.
هاي نفنوف بسيط. وهاي تراك سود هم عصرية. وهذا البنتي، طبعا هذا بالشكل ما أدري يعني، بس من لبسته كلش حلو عليها نزاكة. ما يعني السوق غالي وازدحام كتل. وهنا هاي كفوشتي، كلش تحب هاي الأشياء، جبتها إلها حتى بس ألف شعرها وأخليه إلها، يعني هي تعرفون بيها كوشة. وهاي قراصات إلهن. وهاي تعرفون شنو لازم نشتري إحنا، هاي كل ما أروح السوق أشتري من عندهم. هذا اختيارها. وأهم شي هاي الوردة، شوفوا لي إياها شقد حلوة، جبتها للميز مالتي. طبعا انتو إذا شفتوا هذا الميز معناها أنا يم أهلي، الميز ذاك هناك يم عيالي. وبنهاية الفيديو شكرا لكل متابعيني، وشكرا للي جاي يشجعوني، وأحبكم هواي، ومع السلامة. وإن شاء الله نهاية رمضان خير وبركة علينا، وعيد سعيد على الجميع يا رب.